كما نشاهد الآن انقلابات في روسيا، وبوتين يتجه إلى الكرملين بشكل عاجل تزامنا مع تحركات للصواريخ النووية في العاصمة موسكو. وثق هذا المقطع الفيديو الذي سنشاهده كمان الآن ظهور موكب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرسمي وهو متجه إلى الكرملين بشكل عاجل تزامنا مع تحركات للصواريخ النووية في موسكو. وذكرت وسائل إعلام روسية أن بوتين كان في احتفالية موسيقية في ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية في معركة كورسك. وألقى الرئيس الروسي خطابا في هذا الحدث أمام حشود من الناس وفق لمقاطع فيديو حية. وتحدث بوتين في هذا الحدث مشيدا بأبطال العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا. أترككم مع باقي الفيديو، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. أشكركم.